ياه! أخيرًا حد حقق حلمي وانتقم من شيرين رضا. انا شغال ستانت كوردينيتور. هتعمل ايه يا ابني المجنون؟ أهلًا وسهلًا بيكم في حلقة جديدة وكلام في الأفلام، والنهارده معانا فيلم الشاطر بطولة أمير كرارة وهنا الزاهد ومصطفى غريب. طول ما الفلاشة دي معانا أنا وأنت وأخوك في أمان. طب انا ارجل واحد في المنطقه تم. الفيلم بيتكلم عن الشاطر اللي بيقوم بدوره أمير كرارة stunt man، واحد بيأدي المشاهد الخطرة في السينما. بيكتشف يوم إن أخوه اتخطف، وهنا بيخوض الكثير والكثير من المغامرات مع مصطفى غريب عشان يحاولوا يلاقوه. نبدأ بالإيجابيات. الفيلم فيه حاجات كتير حلوة، الفيلم فيه أكشن متعوب فيه، فيه مشاهد أكشن حلوة جدا، فيه تسلسلات كوميدية من أحسن ما يمكن، فيه كوميديا فعالة وناجحة في كتير من الأوقات، فيه كاريزما وكيميا ما بين ثلاثي البطولة حلو جدا. الفيلم بشكل عام ممتع. تعالوا نمشي على الكلام ده واحدة واحدة ونسيب أهم حاجة وأحلى حاجة في الفيلم في الآخر. أول حاجة الكيميا ما بين أمير كرارة وهنا الزاهد حلوة جدا، الاتنين مع بعض لايقين جدا وفي كوميديا ولذاذة ما بينهم لطيفة جدا. مصطفى غريب بيليق على أي حاجة، يعني أي حد هيجي مع مصطفى غريب هيبقى لايق عليه والكيميا بتاعته حلوة، فمصطفى غريب مع أي حد الكيميا بتاعته شغالة. الأكشن معمول حلو جدا، في تسلسلات كوميدية جوه الأكشن جبارة، الأكشن نفسه كتكنيكاليتيز والكلام ده في كتير من الأوقات حلو جدا. المتعة في المغامرة موجودة بشكل كبير وأساسها كوميديا. ايه العادل بتاع اللي انت لابسه ده؟ حاضر. انا بس يا معلم. اصل انا ما كنت انا وش في حاجه بتضحك. ودي احسن حاجه في الفيلم، الكوميديا هي اكتر حاجه جباره في الفيلم. انت لو ما عجبكش افيه واحد، انت عندك 16 افيه بيترموا ورا بعض، انت عندك مدفع افيهات عمال يضرب في وشك. مصطفى غريب يا جدعان ما بيتهدش، يخرب بيت كده الراجل مدي كميه افيهات ورا بعض، لو في واحد جلة الباقيين هيدوك عادي جدًا، فاللي هو أنت مبسوط 100%. ودي أكتر حاجة مهمة وأكتر حاجة الناس بتسأل عليها، هل مصطفى غريب واخد حقه في الفيلم ده؟ هل واخد حقه في إن هو يقول إفيهات براحته؟ الحقيقة ما حدش بيقول إفيهات تقريبًا غيره، الراجل ما فيش مشهد واحد ما بيقولش فيه 5، 6 إفيهات، اللي هو لو ده ما عجبكش ده هيعجبك، ولو ده ما عجبكش ده هيعجبك، اللي هو إيه، الراجل محقق لك كل الvarieties اللي أنت بتحلم بيها. جبار. هنا الزاهد وأمير كرارة مع بعض حلوين جدًا ككوميديا وكإفيهات وكل الكلام ده. وهنا نيجي لأكتر مفاجأة أو أكتر الحاجات اللي حببت الواحد في الفيلم، وهم ضيوف الشرف. في ضيفين شرف ما ظهروش في الإعلان وأكيد مش هاحرقهم يعني، دول من أحسن الحاجات في الفيلم 100%. واحد ظهر بصوته بس كدور الراوي وده كان جبار 100%، وواحد ظهر في المشهد الأخير. المشهد الأخير ده من أكتر الحاجات الممتعة في الفيلم، من أكتر الحاجات اللي تخلّيك تسامح الفيلم على أي حاجة. وهنا أنا باتكلم على المشهد الأخير مش تسلسل النهاية، عشان تسلسل النهاية كارثي، فالمشهد الأخير هو الجبار، تسلسل النهاية منه لله يعني. وهنا نيجي للسلبيات. ستاند كالكوليتور محاسب يعني. محاسب. أول نُص ساعة في الفيلم زي ما حصل في أحمد وأحمد بالضبط، الإفيهات غير منطقية، الناس لسه مش مستريحة، الإفيهات مش موزونة كويس، كل حاجة كانت متخبطة جامد جدًا في النُص الأول، النُص بتاع قصة الstunt man، رغم إنك أنت عندك فيلم لسه نازل من سنة جبار إنك أنت تستخدمه في حاجة زي كده، يا عم احلب، احلب أنا موافق، أنت Fall Guy عنده كمية إفيهات في الحتة دي، خُد يا عم إفيه واستخدمه أنت بطريقة جديدة، ما فيش أي إفيه في جزء الstunt man ده كان شغال. فأول نُص ساعة في الفيلم مش ممتعة خالص. وهنا على نقص الصعيد بتاع أحمد وأحمد، آخر نُص ساعة في الفيلم سيئة جدًا. إحنا هنا بنتكلم على فيلم ما فيهوش أي حاجة جادة، أي كلام عن أرق الشخصية وعن التصرفات المنطقية وعن كل الكلام ده، فهو هزلي، ما فيش أي حاجة منطقية في الفيلم ده. فإنك أنت تحط لي 3 plot twists ورا بعض، مين مهتم بحاجة زي كده؟ ده كمان مش منطقيين يعني. تخيل بقى لو منطقيين، مين مهتم بحاجة زي كده في العبث اللي أنت كنت بتقدمه قبل كده؟ يعني أمّا تيجي تقدم فيلم زي ده ما تحطش plot twist واحد، إحنا شُفنا أول plot twist يا عم ماشي، يا سيدي شكرًا. 2 بلوت في بعض، يا سيدي كفاية، ارحمني. 3 بلوتات ليه يا صاحبي؟ يعني اللي يشفع لك في حاجة زي كده إنك أنت استخدمتها في الإفيهات إن مصطفى غريب مش فاهم إيه اللي بيحصل وكل الكلام ده، ده الحاجة الوحيدة اللي تشفع لك، إنما جو البلوتات وكل الكلام ده ما فيهمش أي twist منطقي، ما فيش twist واحد منطقي، هو الأحداث اللي قبل كده مش منطقية أوكي، بس كمان تويستات مش منطقية ليه يا صاحبي؟ فلأ، تسلسل النهاية وتسلسل البداية وحشين أوي، وزي أحمد وأحمد يعني ما أنيل من سِتّي لسيدي في الحتة دي يعني، إنما الاتنين ممتعين الصراحة. ارجع خطوتين لورا. ليه؟ ارجع بس. وانا هغلب معاكم؟
ده انا ضارب بويكا يا صيع. بس فالموضوع مش مستاهل بلوتات، ازاي كمان انك انت قافل بمشهد جبار، بلوتات ايه اللي انت كنت بتحطها قبل كده يعني؟ يا راجل مش منطقي يا راجل. تعالوا بقى. هنصفيكوا يالا، ده باشا تركيا ده. في المجمل الفيلم الحاجتين السيئين اللي فيه هما تسلسل البداية وتسلسل النهاية، أي حاجة في النص هي ممتعة جدا وحلوة لأبعد الحدود. كتفضيل ما بينه هو وأحمد وأحمد، أحمد وأحمد ممتع أكتر، ده كوميدي أكتر 100%. يعني ده أحسن بكتير جدا في جانب الكوميديا من أحمد وأحمد، وده يعود لمصطفى غريب، الراجل عامل أداء حلو جدا. لا كده شغلانه زرقاء. واش. زرقاء بلو، شغلانه جوب. زيزوز بلو. لا فالفيلم حلو وممتع جدا، انصحكم بيه بشده. بس كده، لو عجبك الكلام ما تنساش تعمل لايك، اشترك في القناه وشغل جرس التنبيهات عشان يجي لك كل جديد. في الفيديوهات القديمه يمكن حاجه تعجبك. لو شفت الفيلم قول لنا رايك فيه. وصحيح عايز اقول لكم حاجه يمكن تفهموا، مره فار